معز، انت بتقيس قوتك على حسب المجموعه بتاعتك، يعني بشوف مجموعتك عامله ازاي، مجموعه اللاعبين مش من مجموعه الفرق. صحيح. مجموعه اللاعبين قويه، يعني احنا لو بنتكلم على المنتخبات العربيه المشاركه، انا شايف المنتخب العربي الاقوى في المنتخبات المنتخب المغربي بصراحه، ويتعمل حسابه قبل المنتخبات العربيه كلها. منتخب قوي جدا برغم المنتخب المغربي تصنيفه التصنيف الرابع، ولكن اقوى المنتخبات اللي موجوده في المرحله الرابعه. وانا يعني متوقع ان المنتخب نظرا للجيل، نظرا طبعا مجموعه المنتخب المغربي فيه اختيارات كتير، عنده لاعبين كتير، والنهايه القويه ايضا في التصفيات. وائل جمعه اختياراته بشان البرازيل كانها ليست بحاجه لقرعه سهله وائل، لانه مرشح رقم واحد في كاس العالم. أنا اخترت لهم مجموعة صعبة جدا للمنتخب البرازيلي وأعتقد هي مجموعة حديدية في كأس العالم بالأسماء اللي موجودة، يعني البرازيل طبعا، إسبانيا من المستوى الثالث، ممكن السويد، المستوى الرابع المغرب. انا بغض النظر عن المغرب انا بختار الاقوى للمنتخب يعني كما البرازيلي. فعل حاتم طرابلسي مع مصر انت فعلت بالمغرب. لا انا ما حطيتش المغرب في اعتبار، انا حطيت المغرب على ان هي اقوى فريق في التصنيف الرابع. هذا من الشق الاول. انا احترم رايك بان المغرب قوي، ولكن طبعا ليس لهالدرجه نحطه مع البرازيل. لا انا اخترت الاقوى للبرازيل، انا اخترت الاقوى للبرازيل، الاقوى للبرازيل بس هي حظ المغرب، حظ المغرب. نعم. نتابع راي نيمار جونيور قبل القرعه، رأي مهم لنجم النجوم في البرازيل.